مساء الفل عليكم. النهارده طلع علينا النادي الاهلي بطلته الجميله بعد غياب شهر ونص. يفضل النادي الاهلي هو سر السعاده. النهارده يمكن مواجهه جروماهيا، فريق يمكن قليل، فريق يمكن ضعيف، بس دي اول مباراه للنادي الاهلي اللي كلنا هنبتدي نستنتج افكار كولر في السنه الجايه هتبقى ايه. اللعيبه الجديده هل هتشارك مش هتشارك، مين هيتالق، مين هيكمل، مين هيرجع تاني لمستواه. فالنهارده شفنا كوكتيل من الاداء اللي منتظرينه من النادي الاهلي. الحالات بتقول ايه؟ الحالات بتقول ان انا في حاجه يمكن لاحظتها ودي مستمره معانا من الموسم اللي فات، ان كولر دايما بيعتمد مع الفرق اللي هي اقل منه في الكواليتي، اللي هي يمكن بدنيا اعلى لكن مهاريا مش اعلى، فهو بيعتمد عليهم ان هو يسيب لهم الكوره في الوقت اللي انا بسيب لك الكوره. فبيبقى عندي تريكه ان انا بضغط بواحد، الكوره بتروح للتاني، بضغط التالت، بضغط لحد ما بخليك تيأس من ان انت تلعب الكوره وان انت تقدر تخرج بيها واقطعها منك. ووقت ما اقطعها منك بقدر احول الكلام ده للكرة جون والتاني والتالت واخلص على الماتش كله. نبدأ مع بعض الحالات. اتفرج هنا على الضغط بتاع النادي الاهلي. هنا الكرة راحت برضو لفريق جروماهيا. اتفرج على الشراسة. انت بتتكلم على فريق مش مكتمل اللياقة البدنية. النادي الاهلي لسه في بداية الموسم، ده اول مباراة، بتلعب الساعة 3، بتلعب على نجيلة مش نجيلة. فان انت تأدي بالشراسة دي وصولك للحالة البدنية المكتملة للاعيبة النادي الاهلي، فده بيقول ان انت هتنزل تاكل اي فريق قدامنا برضه. هنا الكرة في نص الملعب، وسام بيضغط، حسين الشحات قافل التمرير. هنا برضه امام عاشور قافل، الكرة اتقطعت راحت بهجمة، اتحسبت فاول برضه للنادي الاهلي. نفس الكلام بيتكرر وانا جايب لك حالتين ثلاثه. الكلام ده كمان في الشوط الثاني ما ظهرش اكتر، لان انت برضو كنت وصلت للنتيجه اللي انت محتاجها. فاللعيبه بيحصل عندها طبيعي حاله تراخي شويه، زائد ان فريق جروماهيا يعني شدوا حيلهم شويه فكان في تدخلات عنيفه. الكلام ده كله ادى ان لعيبه الاهلي في الشوط الثاني كانت بتلعب باستسهال، وكلنا شفنا الفرص اللي ضاعت. نفس الكلام هنا برضو الكره مع فريق جروماهيا، واحد اول ما بيلمس بتلاقي اتنين عليه. نفس الكلام هنا برضو، اكرم بيطلع الكره بيرس تاو راحت لهاني، خرجت من نص الملعب راحت هجمه. هو ده اللي الاهلي بيحاول يعمله دايما في كل الهجمات اللي بتكون الكره دايما مع جرمايا فريق ضعيف في نقل الكره، فانت بتستغل ضعفه وتحوله نقطه قوه ليك انت بضغطك عليه. في الختام ألف مبروك للأهلي. مكسب يقدر يخليك تلعب في الماتش الجاي بارتياحية، بس أنا أفضل إن في الماتش الجاي إن أنت تبدأ برضه بالتشكيل الأساسي، لأن اللعيبة تخش فورمة. مش إحنا لسه مش في نص موسم عشان نقول إجهاد ونريح اللعيبة ونلاعب لعيبة تانية. إحنا محتاجين نثبت تشكيل ياخد اللياقة وياخد الفورمة وياخد حساسية المباريات، عشان لما نيجي في ماتش الزمالك اللعيبة دي تبقى جاهزة. ألف مبروك للنادي الأهلي، مكسب ممتاز 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 خارج الديار. سلام.